الثانوية العامة، العام الذي يجعل المنزل المصري يدخل في حالة الطوارئ القصوى. الجميع يخدم هدفا واحدا، هو أن يصل الطالب إلى أقصى قمة يمكن الوصول إليها. الشعب المصري بالكامل في حالة طوارئ واستعداد، متأهبين لعام دراسي جديد، ولكنه ليس عاما عاديا، إنه بداية الثانوية العامة. ثالثة ثانوي خلاص هتبدأ، والجميع على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه المعركة الكبرى. لذلك يا صديقي، وفي هذا الفيديو سوف أعرض عليك 7 نصائح لو أنت مشيت عليهم إن شاء الله بإذن الله هتوصل لنتيجة أفضل خلال هذه المعركة التي تصل مدتها لعام. قهوتك بقى أو الشاي بتاعك وتعالى كده نقعد مع بعض كام دقيقة نتكلم فيهم في شوية حاجات مهمة. ولو أنت أول مرة تشوفني فأنا صديقك إبراهيم من قناة ايفويس، بنتكلم في أي حاجة ممكن تفيد الناس، سواء في الدراسة، في الشغل، في أي حاجة عامة. وقبل ما نبدأ، لو أنت بتحب النوع ده من المحتوى ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلابنا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. لا ما تقلقش، انا بس حبيت اعودك على المقدمة دي عشان هتسمعها كتير الفترة اللي جاية ان شاء الله. تعالوا بقى ندخل في صلب الموضوع ونروح للنصيحة رقم 1 معانا، وهي انك تحافظ على صلاة الفجر. صدقني يا صديقي، موضوع ان انت تحافظ على صلاة الفجر ده هيفرق معاك بشكل رهيب. تحس ان الانتاجية بتاعتك كده بتزيد، وان تركيزك خارق، وان انت سوبرمان في نفسك كده وانت قاعد بتذاكر. سبحان الله، في بركة كده بتيجي من عند ربنا في الوقت ده، غير بقى ان ان شاء الله ربنا هيوفقك لان انت بتصحى من وسط الناس النايمه دي وتروح تصلي الفجر في جماعه. موضوع المحافظه على صلاه الفجر ده فرق معايا انا شخصيا في موضوع المذاكره، لان انا بعد الموضوع ده حسيت ان انا استيعابي اكتر والتركيز بتاعي بقى بيزيد. فيا صديقي، حافظ على صلاه الفجر لان الموضوع حرفيا هيفرق معاك بشكل رهيب جدا. وجرب انت وشوف بنفسك. عشان تضمن ان انت تصحى تصلي الفجر، فانت هتصلي العشاء وتنام، وتصحى قبل صلاه الفجر مثلا بربع ساعه ولا حاجه، وتروح تصلي وترجع بقى تبدا يومك، وشوف بقى الانتاجيه هتبقى عامله ازاي. النصيحه رقم 2، خليك عارف دايما ان انت في ثالثه ثانوي هتواجه ضغط. في اوقات كده هتبقى مزاجك مش في احسن حال، وهتبقى متعصب ومتوتر ومخنوق. فرجاء يا صديقي ما تطلعش هذا الغضب وهذا التوتر على والدك ووالدتك، لان الناس دي حرفيا بتتعب وكل هدفها ان انت توصل لهدفك، وهم حرفيا بيعملوا كل حاجه عشان يخلوك مرتاح وحاسس ان مفيش اي مشاكل. فرجاء يا صديقي حافظ على بر الوالدين، وقول لهم كلمه حلوه كده كل يوم وانت صاحي، كل يوم وانت رايح الدرس، في اي وقت كده اول ما تشوفهم قول لهم كلمه حلوه، لانهم حرفيا بيتعبوا علشان خاطر حضرتك. يا ريت بقى الناس اللي بتروح تقول لابهاتها بابا انا عايز 150 جنيه عشان عندي حصه النهارده، وهي اصلا الحصه ب 70 جنيه، فاتق الله في والدك عشان هو بيتعب عشان يجيب لك الفلوس اللي انت مش مقدر قيمتها دي. النصيحه رقم 3 معانا، اوعى ان انت تراكم. صدقني يا صديقي، المراكمه دي شيء مميت. ما تاجلش اي حاجه، يعني انت اول ما تاخد الحصه روح ذاكرها كده، مش هتاخد منك ساعه ولا ساعتين بالكتير، لان انت هتقعد تقول انا هذاكر بكره هذاكر بكره هذاكر بكره، هتلاقي السنه خلصت وهتلاقي نفسك ضايع ومش عارف اي حاجه في اي حاجه، وهتبقى متدمر نفسيا. فليه يا عم كل وجع الدماغ ده؟ ذاكر اول باول كده وخلص اللي عليك واقعد باش في ايه يا عم. نصيحه رقم 4 معانا، ما تقيس يومك بالساعات. انت يا صديقي مش شغال شيفت في شركه، انت كل اللي عليك ان انت تقعد تذاكر وتلم اللي المفروض تلمه. يعني ما تقوليش انا هقعد اذاكر 12 ساعه وانت اصلا مش فاهم اي حاجه في المنهج. يعني انت ايه ال 12 ساعه اللي انت قعدت فيهم؟ مش هتقبض والله ما هتقبض. اهم حاجه ان انت بتذاكر وبتلم الحاجات اللي انت خدتها مش بالوقت، لان في واحد ممكن يقعد 3 ساعات يلم مثلا الباب الاول، في واحد ممكن يقعد 12 ساعه وقاعد باصص للكتاب بس ما بيعملش اي حاجه، وقاعد عامل كده. والنصيحة رقم 5، الموبايل يا صديقي رجاء لو انت مش بتستخدمه صح ما تستخدمهوش. هو مين بيستخدم الموبايل صح؟ اصلا احنا بنهزر ولا ايه؟ حاول تبعد عن الموبايل قدر الامكان، لان هو هيضيع لك وقتك وتركيزك وكل حاجة. والسوشيال ميديا اللي عندك دي حاول تمسحها كلها خلال الفترة دي عشان تحافظ على وقتك وتركيزك قدر الامكان. خلي بالك ان انت لما تيجي مثلا تفصل من المذاكرة وتيجي تمسك الموبايل انت بتتعب مخك اكتر وتركيزك هيقل اكتر لما ترجع تذاكر تاني. فرجاء نبعد عن الموبايل خالص وسيبه الفترة دي، لان هي كده كده سنة وهتعدي، فما تضيعهاش عشان خاطر حتة موبايل ملوش اي لازمه. النصيحه رقم 6 معانا، وان انت لازم تعرف انك بني ادم مش روبوت. يعني هيجي عليك فترات انت مش بتذاكر زي الاول، انتاجيتك قلت، في توتر، في ضغط، في الكلام ده كله. فانت يا صديقي لما تحس بالكلام ده خد راحه كده وافصل وابعد عن الدنيا دي كلها خالص وارجع تاني ذاكر. ان شاء الله هتلاقي نفسك كده فقت ورجعت تاني للحماس اللي كان عندك، وهتلاقي الانتاجيه بتاعتك رجعت تاني وتركيزك في المذاكره بدا يعلى من جديد. فخليك عارف ان انت خلال فتره الثانويه العامه مش هتفضل ماشي على خط مستقيم كده، لا انت هتبقى ماشي عامل كده، ودي هتاخدها في الفيزياء الحديثه
قدام بس مش هتبقى التركيز. فانت يا صديقي مش روبوت، انت انسان عادي بتحس وبتتعب، فخد الموضوع كده ببساطه وما تتوترش خالص، ولما تحتاج تفصل افصل وبعد كده ارجع كمل وان شاء الله ربنا يرزقك. نصيحه رقم 7 معانا وهي اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. انت الحاجه الوحيده اللي هتتحاسب عليها يا صديقي هي السعي، هل انت سعيت ولا لا، هل بذلت المجهود اللي المفروض تبذله ولا لا. وخليك دايما فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فانت يا صديقي اعمل كل اللي عليك ولا تدخر اي جهد، عشان ان شاء الله لما تختم هذا العام تكون عملت كل اللي عليك وما تحسش بتأنيب الضمير ولا الكلام ده كله. ودايما خليك فاكر ان السعي عليك والنتيجه على ربنا ومش بايد حد تاني غير ربنا. وفي النهايه الثانويه العامه مش فيلم رعب ولا الكلام ده كله، هي مجرد سنه دراسيه وهتعدي، احنا بس اللي اديناها اكبر من حجمها. بس صراحه السنه دي محتاجه واحد كده منضبط وشديد وبيعرف يتمالك نفسه لاخر الاوقات، ومحتاجه شخص نفسه طويل ويقدر يستحمل لاطول فتره ممكنه. وصدقني لو انت بدات ثالثه ثانوي وفضلت منضبط لغايه النهايه هتكتسب مهارات وهتكتسب خبرات هتفيدك فيما بعد. انت هتتعلم يعني ايه مسؤوليه ويعني ايه انضباط ويعني ايه تنظيم وقت، وهتتعلم حاجات كتير جدا. ولو وصلت لحد هنا انزل في الكومنتات واكتب لي انا قدها، واكتب لنا بقى انت عايز تدخل كليه ايه عشان ان شاء الله كلنا ندعي لك كده وتقعدوا تدعوا لبعض في الكومنتات. وما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك اللي معاك في ثالثه ثانوي. وانا عايزك دايما تفتكر انني هنا في اي فويس سوف اتحدث اليك بصوت يخاطب عقلك. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، وبس كده، سلام.